السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض زي ما انتوا شايفين كده محشي البتنجان. دلوقتي البتنجان بقى ملا السوق، البتنجان الفلاحي بتاعنا مش السوب بقى، ده اوان البتنجان الابيض الحلو. انا بقولك تنقي البتنجان ازاي. اول حاجة اهو تنقي البتنجانية الطرية اللي عنقها يبقى اخضر معاكي، دي هتبقى طازة وهتبقى حلوة. اول حاجة كده نقور البتنجان مع بعض. هنحط المقور في نص البتنجانة ونلف نلف نلف نلف، بس خلي عندك احساس ان المقوار ما يوصلش معاكي لاخر البتنجانية عشان ما يخرمهاش من الاخر وترجع تبوظ معاكي. وبعد كده ننضف بالمقوار التاني قلب البتنجانة، ما نخليش فيه اي حاجة عشان يبقى قلبها نضيف وحلو. زي ما انت شايفة كده انا بقور معاكي البتنجان الاول، بصي قلبه نضيف وما تخليش فيه اي حاجة. تقوير البتنجان ده على حسب ذوقك بقى، عايزاه تقوريه يعني تخليه رقيق خالص ملحم شوية نص نص. انا بخليه نص وسط كده، نص نص، ما بقوروش قوي ولا بسيبه ملحم قوي، يعني وسط كده. بص زي ما انا بوريكي كده تقوري البتنجان ازاي. ويعني البتنجان اصلا مال السوق الايام دي طري وجميل، ولا محتاج تدعكيه بقى تطريه ولا حاجه عشان ما يسودش منك. انا ما بتكش عليه كده اطريه ولا حاجه عشان ما يسودش مني. هنا بقى الكوسه برضو نفس النظام. هو المقور ده حلو قوي، بيخليش الحاجه تتكسر منك ولا حاجه، بس رخم في تنظيفه. يعني لما تيجي تنضفيه كده بيبقى رخم شويه، بس بيخلي الحاجة ما تطقش منك ولا حاجة، بتبقى على طول حلوة يعني. هنا الكوسة برضو زي ما انا بوريكم كده في نص الكوساية، وبنضف الاول وبعد كده بنضف بالمقوار التاني. وبعد ما انضف الكوساية خالص كويس اروح مسرحاها كده على خفيف على خفيف من بره. يعني ايدك كده تسرح الكوساية من بره خفيف، ما المقوار ما يقرصش قوي على الكوساية، تمشي بس كده ايه تسرحي الكوساية بس من بره. هي كوساية كمان اهو توريكي في نص الكوساية برضو تحط المقوار وتلف تلف تلف برضه يبقى ما. هنا كده زي ما انت شايفة بصي عملت بالمقوار الاولاني، هنضف بقى بالمقوار التاني الكوساية. زي ما انتوا شايفين كده نضفت قلبها كويس. اسرح بقى عليها من بره، جرحها كده تسريح 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 بالمقوار على طول، خفيف خفيف كده عشان ما تتكسرش منك وتتجرح قوي. هنا بقى تميت كمية تقوير البتنجان زي ما انت شايفة اهو، والكوسة غسلتهم وصفيتهم. وهنا الخضرة شبت وبقدونس وكزبرة غسلتهم وسبتهم يتصفوا. هنا بقى هنعمل التسبيكة بتاعة المحشي. هنا انا حطيت كمية بصل حلوة كده للمحشي، يعني بصل يعني خضرة يعني قوطة كتير، بيبقى الحاجة المحشي بيبقى معاكي الحاجة الكتير بيخلي الحاجة طعمها حلو. هنا زي ما انا متفقة معاكم بحط صلصة الطماطم تسبك لوحدها، لان انا بحط بصل كتير ما تلسعش معايا. هنا البصل معايا دبل، حطيت بقى بهارات 10 بهارات اللي احنا عاملينها سوا، وفلفل وملح وكمون وكزبرة وشطة، بهارات بقى اللي انت تحبيها. وبعد ما ريحة البهارات طلعت معايا حطيت الفلفل الالوان. بعد ما الفلفل الالوان دبل شوية رحت حاطة صلصة الطماطم بقى، ظبطت الحط. وتقلبي بقى الرز بالتسبيكة كده على النار شوية، تشربيه كده مع بعض شوية عشان يبقى مشمع معاكي وحلو. هنا كده انا احمر معاكي زي ما انت شايفة كده، بس الصورة اصلا مش عارفة الاضاءة بتبقى بتطلع الصورة مش مظبوطة. هنا انا بعد ما استهدى وبرد شوية الرز هحط بقى الخضرة واقلب بقى شبت وبقدونس وكزبرة. انا بحب اخرطها، ما اخرطهاش ناعمة قوي عشان تبقى حية في صباع المحشي كده ويبقى طعمها حلو. ما بتبقى ناعمة قوي ما بحس ان طعمها مش بيبان، بيروح. هنا بقى انا هحشي. هنا عملت بس جزر رقيق خالص زي ما انتم شايفين كده، واحط عليه بقى العروق بتاعه الخضره. الناس بقى اللي بتقولك بحط بصل وقوطه وكل ده بيدي طعم المحشي، الطعم خلاص انت حيقتي اديتي البصل والخضره والقوطه والتوابل كل حاجه في الخلطه خلاص.
انت اديتي الطعم للمحشي. انا بالنسبه لي خلاص المحشي يعني خلطته اللي بيتحط في قاع الحله دوت، يعني اي حاجه بتحطيها في قعر الحله كده عشان خاطر ايه، تحمي بس صباع المحشي من اي حاجه لسعه من حاجه بس. انما انت مطعمه الخلطه بتاعتك ومظبطه الدنيا فيها، مع الحاجه اللي حطيتها تحت ديت حمايه بس لصباع المحشي وخلاص. هنا بقى انا بحشي زي ما بوريكم كده، بس بعقله في كل كوسايه، عقله بس كده عشان خاطر ايه، تسيبي مجال للرز يستوي ويزيد معاكي. ما تملاش على الاخر، هتيجي ما تستوي هتلاقي الرز معاكي ملا الكوسه وبحتر على الكوسه ومش هيبقى حلو. انما كده بصي انت هترصي بقى الصوابع جنب بعضها كده، وكل ما الحله هتنتلي معاكي هتظبط نفسها والصوابع هتظبط معاكي. هنا برضو نفس النظام البتنجان، الشرايح الجزر تحت والخضرة فوق منه، وهنرص بقى عليه البتنجان الآخر ويبقى حلو. هنا زي ما انت شايفة برضه هسيب عقلة من الصباع كده في الصباع البتنجان عشان تسيبي مجال للرز ويستوي معاكي ويزيد معاكي. هنا بقى هنرصه، وهو كل ما تحطي بتنجان هو بيفضل يميل معاكي شوية حاجة. كل ما تحطي بتنجان وهترصي جنب بعض هيظبط نفسه ويترص كده، يعني يظبط نفسه ويرص. هنا تمينا حشية بتنجان بقى، نحط الوراك معانا تستوي. انا بحب احط الفراخ عندي على الناشف مع التوابل بتاعتها، ملح وفلفل وحبهان ورق لورا. نحط بقى الخضار، هنحط القوطة والجزر والبصل. بعد ما تجيب ميتها خالص هنديها بقى مية سخنة زي ما انتوا شايفين كده. كده بقى استوت معانا زي ما انتوا شايفين، هننشيلها بقى زي ما استوت كده خالص معاكي. هننشيلها بقى، ما تسيبهاش في الشوربة عشان ما تتهريش منك. هي خلاص استوت هنشيلها بقى. هنا المحشي هو زي ما انتوا شايفين هنسقيه بقى مع بعض. هنسقي يا دوبك ايه يعني، بصي تعدي تلت البتنجانية بالظبط، يعني مش النص، كمان النص يبقى كتير لان الخضار بيجيب مية. يعني انت البتنجان دوت هيجيب ميته، انت شوربة بس تلت البتنجانية بس من تحت. بصي زي ما انا بوريك نفس النظام الكوسة ربع الكوساية بس، لان الكوسة بتجيب مية كمان معاكي. يعني الكوسة كلها اول ما بتغلي المية بتبقى كتير معاكي بتجيب ميتها. هنا اول ما يتشرب كده زي ما انت شايفة هنوطي عليه بقى. هنا الكوسة برضو نوطي عليه. هنا بقى معايا معلقة صلصة طماطم، هبحبحها بحبة مية وحبة زيت وحبة ملح وحبة فلفل اسمر، وهندهن بقى على الوراك وندخلها الفرن. بص كده بالفرشة السيليكون هدهن الوراك وادخلها الفرن، هيتحمر معانا بقى وهتبقى جميلة. هنا المحشي استوى معايا وغرفته زي ما انتوا شايفين كده، كان طعمه تحفة بصراحة. وهنا الكوسة، وهنا بقى الوراك زي ما انتوا شايفين. دي صلصة الطماطم انا عملتها، انا مش عارفة هي تنزل الاول ولا المحشي. صلصة الطماطم بتاعت الشركات بتبقى جميلة وفي التحمير بتدي لون حلو. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت المحشي. دي كانت طريقتي في محشي البتنجان، اتمنى تعجبكم. هنا انا بوريكم التصوير من قريب، شوفوا الكوسه ولا رز مبحتر عليها ولا اي حاجه، والبتنجان نفس النظام والصباع بصباعه، والطريقه سهله وبسيطه وجميله. بوريكم البتنجان من قريب اهو. اتمنى الفيديو يعجبكم، واللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد مني. زي ما انتوا شايفين بص الوراك شكلها تحفة، والبتنجان برضو كان طعمه جميل. اصلا البتنجان الصيفي ده خلاص بقى بتاع الفلاحين بتاعنا ده بيبقى طعمه احلى 100 مرة من السوب. اتمنى يعجبكم الفيديو وتدوسوا لايك. اسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.